أهلا and welcome back to my YouTube channel. أنا مريم وده فلوج رقم 22. اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. رجعت لكم تاني. انا عارفه ان انا طولت عليكم من اخر فيديو بتاع جورنال ديسمبر، بس عشان نزلت مصر ورجعت فالتغيير ده خد مني وقت، لكن انا راجعه لكم وبقوه. والمره دي مش هيبقى في فيديو واحد، هيبقوا في فيديوهين منفصلين. اشمعنى فيديوهين منفصلين؟ عشان في فيديو هشرح لكم فيه ازاي تعملوا او تبداوا البولت بلانر بتاعكم ل 2026، والفيديو التاني زي ما اتعودتوا هوريكم الجورنال بتاع يناير عملته ازاي. فمن غير ما اطول عليكم، الفيديو ده فيديو بتاع تحضير البولت بلانر بتاع 2026، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وتفعلوا زر الجرس. يلا بينا نبدا على طول. لو مش عارفيني، اهلا، انا مريم. بدات بولت بلانر ان انا ابلان ايامي من 6 شهور بالظبط. انا عملت ميد يير بولت بلانر، يعني تدوين نصف سنوي للنص الثاني من 2025، والتزمت بيه يا جماعه. احنا بقالنا 6 شهور بنعمل جورنالينج كل يوم. فسريعة كده لو ما كنتش شفتوا، ده كان بداية الجورنال بتاعتي. بحط هنا الجولز بتاعتي على كذا برسبكتيف، ده بعرف فيها نفسي. تمام. وهنا زي ما انتم شايفين الميد يير بولت جورنال 2025 من جولاي لديسمبر. وهنا انا بعمل اوفر فيو على كل شهر. طبعا انا مخبيه بس شويه. اوفر فيو على كل شهر، بلخص الشهر كان عباره عن ايه المشاعر اللي حسيت بيها، كل حاجه. ففاضل طبعا ديسمبر، انا بكتب بملى الصفحه دي اخر الشهر. فاحنا كده خلصنا او النص الثاني من 2025. بدأنا بعدين إن إحنا نشتغل على كل شهر لوحده. فعندنا هنا جولاي، بدأنا بعدين أوغست زي ما انتم شايفين كل شهر والثيم بتاعه، بعدين سبتمبر. وفي النص بقى يا جماعة عندنا كذا حاجة. عندنا هابت تراكر، بادجت تراكر، مود تراكر، الهايلايت اوف ذا داي، ستادي تراكر ودودل. دول انا حذفتهم بعدين. بس اوف اني ثينج، السوشيال ميديا، وديلي دايري، يومياتي. عندنا برضو بعدين هنكمل. عندنا اكتوبر، خلصنا اكتوبر وخلصنا نوفمبر زي ما انتم شايفين، ووصلنا اخيرا لديسمبر. انا بصور الفيديو ده يوم 28، متاخره شويه بس بصور يوم 28. فاخر حاجه معانا في ديسمبر هي الدايريز. المفروض ان احنا كده خلاص، يعني لغايه الصفحه دي ده النص الاولاني، او اللي هو الجزء بتاع الميد يير بتاع 2025. فعشان نبدا 2026 انا هعمل النص الثاني، او انا سوري، هعمل النص الاولاني من 26 في نفس الدفتر، وان شاء الله بعدين نكمل في دفتر تاني عشان لسه في ورق مش هنرميه طبعا يعني. بس وقررت ان انا اعملها 6 شهور ب6 شهور، مش تدوين سنوي، عشان لو حسيت ان انا زهقت او احمس نفسي ان الاقيها مده قصيره فبخلصها فابدا مده تانية، وهكذا. ممكن بعدين اخليها تدوين سنوي، الله اعلم. لو انتوا جداد ومش عارفين انا بعمل الشهر بتاعي ازاي، بحضره ازاي، بحضره عبارة عن 10 صفحات. ببدأ بالشهر، هنا الشهر، وأعمل ثيم معين واختار ألوان معينة أكمل بيها. بحط لنفسي حكمة، بعمل الكالندر هنا وبدي لنفسي الألوان اللي المفروض أستخدمها. وبعدين معانا، خلينا نخبيها على طول، البادجت تراكر والهابت تراكر. بعمل متتبع للعادات، بكتب ال4 عادات دول هم من شهر 7، يعني أنا ما غيرتهمش. والبادجت تراكر كل اللي صرفته أخدته، طبعا دي هخبيها بعدين. بالنسبة للماديات. وبعدين عندنا هنا المود تراكر، اللي هو احنا نفسيتنا عاملة ايه، 3 ألوان كل يوم عملتها كده في دواير في الشجرة. احلى حاجة حصلت في اليوم اللي هي highlight of the day، بكتب هنا وبكمل هنا. بعدين عندنا best of anything، والسوشيال ميديا تراكر لو انتوا عندكم سوشيال ميديا او عندكم اي حاجة عايزين تتبعوها. وبعد كده الدايريز. ده باختصار انا بعمل شهر ازاي. فده كان نظام الجورنال بتاعي على مدار ال6 شهور اللي فاتت. في صفحات زودتها، في صفحات نقصتها، لعبت في الالوان، غيرت الحاجات يعني عملت حاجات مختلفة كتير لغاية ما طلعت التجربة دي. فكانت التجربة الحمد لله حلوة جدا. فمحتاجين احنا عشان نقفل خلاص نص السنة ده، ان احنا نقفل السنة، نقفل 2025. عملت الجزء ده، جزء ان احنا اختصر فيه السنة
كلها. فان انا اوصف 2025 باختصار كانت عامله ازاي. طبعا الحمد لله الحمد لله كل حاجه. انا عايزه ايه من 2026؟ ايه الحاجات الحلوه اللي حصلت فيها، ايه الحاجات الصعبه اللي حصلت في 2025، ايه الاهداف اللي انا حققتها، ودي طبعا انا كنت كاتباهم في الاول، فاشوف ايه الاهداف اللي انا وصلتها وايه الاهداف اللي انا لسه ما عملتهاش واللي عايزاها اكملها في 26. وبعدين بوصف نفسي انا في 25 وانا عايزه ابقى ايه في 26. دي اسئله انا حاططها لنفسي، انتوا طبعا ممكن تحطوها لنا، يعني تحطوا اسئله بتاعتكم لنفسكم براحتكم، او طبعا تقفلوا الجورنال بتاعكم بالطريقه اللي انتوا عايزينها. انا بقول لكم انا دي اول مره اجرب الجورنالينج، فبستكشف يعني بشوف انسبوز كتيره على انستجرام وعلى بنترست، فدي الطريقه. انا سايباهم دلوقتي فاضيين عشان ان شاء الله هملاهم اخر السنه، الواحد يقعد كده مع نفسه يبص على السنه بتاعته كانت عامله ازاي. طبعا الحمد لله الحمد لله دايما على كل حاجه، ولازم نحاول نتعلم دايما من اخطائنا ومن حياتنا وكده. فانا ان شاء الله هملاها اخر السنه. بعدين عملت كده، كنت شفتها على بنترست وعجبتني، ان احنا نعمل اوفر فيو على الثيمز اللي احنا عملناها. شايفين اهم 6 شهور، كل ثيم شهر زي ما انا رسماه اصلا في الشهر الاصلي، قسمتها هنا الشهر نفسه بالثيم، اسم الثيم اللي انا عملته، الالوان اللي انا استخدمتها، انا بقيمه كام، وديسكريبشن عنه بسيط. فيعني بحبهم كلهم بجد. كانت كلها فترة يعني إبداعية، طلعت كل الإبداع اللي جوايا، حاجة جديدة أول مرة أعملها. فأنا فخورة بالستة ثيمز كلهم. بس my most favorite هو ديسمبر عشان هو ثيم بينك، فعشان كده مديله 10/10 وستارز. يعني بينك، أنا زي ما انتم شايفين مريم هاندكرافت أصلا بالبينك، فأنا بحب البينك جدا. يمكن الليست فيفورت هو نوفمبر عشان كان غامق شويه بس حلو، يعني كان حلو على وقت الشتاء وكده، بس برضو بحبه. طبعا برضو اللي واخد 10 هو اوجست عشان برضو في بينك، باين في البينك. فدي الريتنجز بتاعه الشهور، دي الالوان اللي استخدمتها زي ما انتم شايفين. يعني انا مجرد بس اول شهر استخدمت 3 وبعد كده نطيت ل6 و7 الوان، ف الجورنال بقى حيوي. وهنا بوصف كل جورنال عشان بعدين، يعني عشان لما مثلا اجي ان شاء الله في 2026 ممكن اخد انسبو من دول، ممكن اخد انسبو من حته تانية، فافتكر وانا ايه اللي ما كانش عاجبني مثلا في ده، او ايه اللي كان عاجبني، او كنت عايز ازود ايه، او كنت عايز اقلل ايه، وهكذا. فهي دي طبعا دي حاجه زياده مش لازم تتعمل، بس انا حسيت ان هي اوفر فيو حلو، عشان يعني اكيد مش هقعد بقى ايه اقلب في كل دول واشوف ايه اللي انا عملته، فانا هنا وصفتهم وخلصت. وزي ما بدأنا 2025 هنبدأ 2026 نفس الثيم، ميد يير جورنال، من إن شاء الله من يناير لغاية شهر 6. وهنا أنا هوصف الشهور باختصار بعد كل شهر، ونكتب هنا اللي عملناه بس. وبعد كده بقى هنبدأ إن شاء الله يناير، مش هوريه لكم، هعمله لكم إن شاء الله في فيديو تاني مختلف، بحيث ما تضيعوش الحاجات على بعضها يعني. بس يا جماعة هو ده الميد يير بوليت جورنال. انتوا ممكن تعملوا، بما ان احنا هنبدأ ان شاء الله 2026، فانتوا ممكن تعملوا فول يير، يعني تبدأوا من اول تجيبوا بوليت بلانر. البوليت بلانر هي دفتر بيبقى منقط كده، وتبدأوا من الاول خالص، تحطوا بقى خطة لنفسكم، تعريف للنفس، وايه اهدافكم اللي عايزين تحققوها، ايه العادات اللي عايزين تلتزموا بيها، اللي عايزين تغيروه، وهكذا. وتبدأوا التدوين بتاعكم. مش لازم التدوين يبقى يعني بكل الحاجات دي، يعني بكل الالوان والبهرجه والحاجات دي، ممكن يبقى تدوين بسيط جدا، بس عادات او حاجات صغيره بنعملها كل يوم بتحسسنا ان احنا منجزين. حرفيا مش محتاجين حاجه، محتاجين بس ماركرز سودا اي مقاس. انا بعتمد على ال1 ملم وال0.7، وشويه الوان كده ماركرز او الوان خشبيه واتس ايفر، دفتر منقط، دفتر عادي، دفتر كبير، دفتر صغير. تعملوا تدوين سنوي، تدوين نصف سنوي، اللي يريحكم. فكره الجورنالينج، انا بعد 6 شهور جايه بقول لكم، كنت بسمع دايما ان الجورنالينج بيحسن دماغ الواحد، بيحسس ان هو ملتزم وبتاع، وانا جايه اهو بقول لكم بعد 6 شهور يا جماعه، 6 شهور من التدوين. ايوه الجورنالينج مهم ان احنا، او مش لازم ان احنا نكتب حاجات كتيره عن اليوم بتاعنا، ومحتاجين نوصف يومياتنا او الدايرز والحاجات دي حلوه، يعني دي حاجه منفصله. والحقيقه ان انا يعني فكرت اني اعملها عشان اوريكم كده. ده
دايري انا جايباها 2026 عشان بفكر ان شاء الله اني اكتب يوميات بحيث اوصف اكتر يومي عامل ازاي وبتاع وارجع لها، فان شاء الله دي حاجه على جنب. لكن الجورنالينج ده ان هو حاجات يوميه صغيره بنعملها وبنخططها، بتدينا احساس بالالتزام، احساس بالانجاز، احساس بالمتابعه، ان انا بشوف انا امبارح عملت ايه، انا النهارده عملت ايه، انا النهارده صرفت كام، انا امبارح صرفت كام، وهكذا في اي حاجه. كمان موضوع مثلا السوشيال ميديا تراكر، يعني انا بدات اتابع بجد النمو في السوشيال ميديا بتاعتي عن طريق الجورنال. انا قبل كده ما كنتش بعرف انا يعني زدت كام متابع. يعني انا مثلا من نوفمبر لديسمبر بكتب في اول ديسمبر انا زدت كام متابع من نوفمبر، فانا زدت في كل المنصات مع بعض 38. فيا جماعه لو انتم مش عاملين فولو على انستجرام وتيك توك ده اكاونتي، ولو مش عاملين سبسكرايب على اليوتيوب اعملوا لي سبسكرايب عشان نزود. نفس هنا نفس best of anything، برجع احيانا اشوف والله انا ايه بودكاست حلوه سمعتها ممكن اسمعها تاني، ايه اكتيفيتيز عملتها حمستني او حسيت ان هي حلوه فعايزه اكررها. وكمان ده حاجه حلوه، يعني ده انسبو للناس، ان انت تحفز غيرك او تحمس غيرك ان هو يبداوا يعملوها بطريقتهم او يقلدوا الناس او اللي يريحكم. دلوقتي السوشيال ميديا مش مخلينا عايزين حاجه، مجرد بس نكتب بولت جورنالينج او جورنالينج ديلي جورنال وات ايفر، وهيطلع لنا مئات الالاف من الانسبوز اللي نقدر نختار اللي شبهنا ونعملها. بنترست مش هيخليكم عايزين حاجه، يعني انا باخد انسبوز كتيره من بنترست، كل الحاجات دي مش مطبقها، يعني مش هتلاقوها هي بتاعت بنترست، لكن هتلاقوها شبهها او فكره منها او حاجه مختلفه. وبعد كده مع الشهور بدات اطور المود بتاعي، في صفحات لغيتها، في كان عندي متتبعين كنت تقريبا ملتزمه بيهم لغايه يمكن سبتمبر، وبعد كده قطعتهم. ممكن ازودهم او احطهم تاني في 2026 او ممكن لا، ممكن في اساس 2026 اغير خالص وابدا اعمل ازود حاجات تانية والغي حاجات قديمه انا كنت ملتزمه بيها. فهي دي الفكره، بس الفكره ان احنا نبدا. يعني انا مش مصدقه ان انا بدات من جولاي، اللي هو يعني كنت محتاجه ان انا اشوف بقى ايه يعني هبدا الشهر ازاي، ومكنتش فاهمه زي ما انتم شايفين بسيط جدا. ما كنت حاسه انا متلخبطه ومش فاهمه بيتعمل ازاي واعمل ايه وما اعملش ايه. فان انا عدى 6 شهور والحمد لله السنه خلصت على خير، وببدا دلوقتي الشابتر الجديد الميد يير الجديد، فدي حاجه حلوه جدا. بس يا جماعه انا مستنيه بجد اني اشوف الجورنالز بتاعتكم، سواء هتبداوها من النهارده او من السنه الجديده، او لو انتوا اوريدي اصلا بتعملوا جورنالي يا ريت تبعتوا لي على السوشيال ميديا عشان اشوف واخد انسبونس منكم وانتوا تاخدوا كمان مني. واهم حاجه ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، سبسكرايب للشانل وتفعلوا زر الجرس. وما تنسوش اني هوريكم ان شاء الله الثيم بتاع يناير. انا بس موريلكم حاجه بسيطه كده ان شاء الله في الفيديو الجاي، ففعلوا زر الجرس عشان تشوفوه لما ينزل. اشوفكم الفيديو الجاي او الفلوجات الجايه. تشاو.